هذا شنو هذا؟ هذا باسبوركم، هذا باسبوركم. أنا الحمد لله عندي باسبوري، راعي باسبوري، هذا هو باسبوري، هذه هويتي الجديدة هذه. وهذه ياك انتما قال جنسية مات الجنسية مغربي مات مغربي، باش نأكد لكم مرة أخرى للمرة المليون، تخلي عن الجنسية المغربية اللي فرضت عليا، تخلي عن الجنسية المغربية التي فرضت علي، ونأكدها لكم. ولا تتكلموا عن مغربي والله ما مغربي، اللي بغى يقول مغربي شأنه الخاص. يا غير أنا عوض من قلت أنا محمد الراضي الليلي الصحفي اللاجئ السياسي هنا بفرنسا، أؤكد لكم للمرة المليون تخلي عن الجنسية المغربية التي فرضت علي فرضا كما فرضت على الآلاف من الصحراويين في المناطق المحتلة، باش نقطعوا هذا المز، باش نكملوا هذه القصة. لذلك هذا هو باسبوركم اللي شاريه بفلوسي. هذا ما أعطي لي المملكة المغربية فابور، هذا راني شاريه بفلوسي، راني مخلص فيه التمبر، كيف ما أنت مخلص فيه التمبر، كيف ما هذا مخلص فيه التمبر. هذا راه باسبوري وعطيته لفرنسا وشاريه بفلوسي، ما أعطي لي حد، راهي ما عطيته لفرنسا فابور. هذا كذلك راه ما أعطي للمغرب فابور. لذلك باش نقطعوا هذا المز، هذا هو باسبوركم، هذا هو باسبوركم، هذا هو. تعالوا حكوا علينا هون. شفتوه؟ لاش نقطعوا هذا المز، هذا هو باسبوري، هذه هويتي الجديدة، باش نعودوا واضحين، باش ما بقى واحد يبقى يجي يقول قاعد لنا هون مغربي مات مغربي. لو موزمبيقي أنا. نهاية موضوع الجنسية، ما تتكلم لي حد عن جنسية والله مغربي والله ماني مغربي. نهاية الجنسية المغربية اللي كانت فرضت علي كما فرضت على الآلاف من الصحراويين. باش نعودوا واضحين، وموضوع الاعتداء على الأصول والتحرش بهم واستغلالهم في مثل هذه الخزعبلات مرفوض، وقد تم إبلاغ جهات دولية منذ الثلاثاء الماضي، منذ زيارة هذو قطاع الطرق تم إبلاغ جهات دولية بالموضوع، وراه يتابع هذا الموضوع ولا يشوفوا هذا النظام المخزني، هذا النظام المخابرات اللي قاعد يستعرض عضلاته على الوليات، على العزايز. يجي العزايز اللي مسكينات ما يشوفوا ولا معافاة شيء، ويجي يرسل لهم مرتزقته من السخافة باش يصوروا باش يعطوا للشعب المغربي. ايوا هذا هو باسبوركم، شفتوه؟ راعي باسبوركم، باش ما نعودوا نتكلموا، باش مرة أخرى ما بقى واحد يحل عليا فمو. راعي لكم، ياك شفتوه؟ راعي باسبوركم، شفتوه؟ وجنسيتكم راعيها، شفتوها؟ باش ما يبقى شي واحد قال لك المغرب الشريف. لا، المغرب الشريف حق، هذه علامة الشرفة. هذه كاين شي شريف يسمح على أنه تمتس عزوز، تمتس بشرفها، واليوم تنتهك حرمتها، يجوا عندها إلى الدار بحال قطاع الطرق. كاين شي شريف يسمح بها، كاين شي إنسان قبل ما يعود شريف. فين هذا الشرف ديالك أنت؟ قال لك الملك شريف، شمن شرف؟ واحد باع المغرب كامل، باع فلسطين، باع الشعب المغربي كامل. إذا هذا هو جواز سفركم. ما يجي شي واحد يحل عليا فمه بعد ذلك والله شي صحافة والله يقول لك المغربي ولا المغربي. المغرب السلام عليكم. نهاية موضوع الجنسية، التخلي عن الجنسية اللي كانت مفروضة علي، والتأكيد التخلي عليها،
وهذا هو جواز سفري الحمد لله. راعي ودخلها لمخك ودخلوها لمخكم، ولا كنتوا تظنوا على انكم قاعدين تسكتونا احنا، والله تقطعوا لساننا، راكم ما تقدوا تقطعوا لسنتنا، والله تهزمونا ما تقدوا تهزمونا، حتى وان استعملتم كل شيء. واغلى ما عند الانسان هو بوه وامه. ما خليتوا عزوز، ما خليتوا شيباني، ما خليتوا طفل، ما خليتوا طفله، ما خليتوا شيء ما استعملتوه. اش ربحتوا؟ اش ربحتوا؟ يا راعي جواز سفركم، راعي شفتوه؟ راعي طايب، راه عاد في الطاجين. ضحكوا علينا هون، شاكين عنا احنا هون، احنا رانا رجاله وولدنا رجاله وما قد حد يهزمنا، ومسلحين بالحق وندافعوا عن كلمه الحق، ولا قد حد يكسر نفتنا والله كبريائنا. انتم صلي، انتم معروف لكم، ايش معروف لكم؟ معروفه لكم الدعاره، ومعروفه لكم اولاد الحرام، ومعروفه لكم التسلقيط عزكم الله، ومعروف لكم العلاقات الغير شرعيه، ومعروف لكم التركه خارج مؤسسات الزواج، ومعروف لكم بانكم تبيعون حتى نساءكم لمن يدفع اكثر، وتبيعون شرفكم لمن يدفع اكثر، وحنا راه ما ربونا عليها هنا. هذو هن اللي انتم تزقنوا عليهم، ما خليتوا وسيله من وسائل ما يا راعي جواز سفركم ديروا في جيجيره وخلطوا، ديروا معاه شويه من السكر واشربوه بلوا به، راكم انتم لا تهزمونا ولا تغلبونا هون. اذا باش نكونوا واضحين، موضوع الجنسيه المغربيه انتهى، موضوع اني مغربي انتهى، وهذا اللايف تأكيدي لهذا الموضوع، باش نعودوا واضحين، باش نقتلوا هذا. لا علاقة لي بالمغرب، ولا بجنسية المغرب، ولا بإدارة المغرب، ولا بشي نقالوا المغرب، ولكن عيني وقلمي وصحافتي التي تعلمت ستسخر للنبش في كل ما يتعلق. انا ما اعراضكم ما غادي لي فيها، اعراضكم ما تهمني، عارف عن اعراضكم اعزكم الله الوسخ على الوسخ، ولكن لا تهمني اعراضكم. نتكلم عن ما يهم الانسان اللي باغي يعرف المعلومه، اللي باغي يعرف ما تقدمه الصحافه. انا ماني كيفكم، انا ما نمشي لديار الناس نعقبهم وراه مش نسجل مع امه والله مع ابوه. العراب نعرف بوه وامه، وغيره نعرف بوه وامه، غير ما لا يشرفوني على اني نمشي انا نعقب في هذه التسيبتيلات، لان هذه اعمال الناس اللي ماني قادر نقول كلمه، ولكن الناس اللي لا شرف لهم. اذا واضح الموضوع. تحياتي لكم والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وجمعه مباركه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.